حبيبات قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة الفراخ، والأول مرة أصورها معاكم النهارده. معايا هنا صدرين فرخة أو الكمية اللي انت محتاجاها. احنا كل اللي نعمله حاجات بقى من البيت، يعني نوفر أكلة الكفتة دي، تبقى العيلة كلها تتلم عليها بدل الفرخة الكاملة. ومعانا قرن فلفل رومي وقرن فلفل أحمر، كل ده بارد، وشوية خضرة وتوابل فراخ بقى، توابل شاورما، توابل كفتة، أي توابل عندك. وعندنا بصلة متوسطة وأربع خمس فصوص توم كده. هنضرب البصل والثوم مع بعض كده في الكبة سريعا. اضربي يعني القوام اللي انت محتاجاه، كده كده هيتضربوا تاني مع الفراخ، وبعدين احط الفراخ يتضربوا كويس برضو، تتفرم في الكبة بتاعتنا. وبعدين نبدأ بقى نضيف لها الخضرة والفلفل والتوابل كله مرة واحدة كده، وشوية كمان ملح وشوية فلفل أسمر. الطعم ده عايزة اقول لكم انا اشتريت زيه بالظبط من هايبر، بس للاسف كانت الكفته بتاعت الفراخ دي هي كانت متصبعه بس كان فيها عظم. انا عملتها بفيتي وبطريقه مضمونه جدا، خدتها اريحها بقى في التلاجة نص ساعه عشان ابتدي اصبعها. هجهز عندي شويه ميه بصل او ميه عاديه اي حاجه، المهم ايه عشان امسك بيها الكفته كده من بره. الكفته فعلا قوامها بقى ماسك كده مع بعضه، شكلها حلو وريحتها حلوة جميلة، وحاجة ضمناها في البيت، وهتأكل كل العيلة بقى، تاكلوها مع عيش، مع مكرونة، مع أي أكل اللي انتي حباه. هصبعها كده، ممكن تعمليها في النص سيخ كده وتعمليها. انا أميرة اديتها تسويه صاحبي، زياده كده شويه، أنت بحب الحاجه بتفكرني مستويه زياده عن اللزوم. بحمار جامد سويها انتي بالطريقه جامد اللي انتي جامد حباها، جامد. وبألف هنا وشفا ليكم يا تكلموا رب. من اللي لو الفيديو أنا عجبكم ما ما تنسوش فضلا بحبك. وليس امرا اللايك والكومنت. حبايب مامة ساندي، من مقادير بسيطه عملنا اكله جميله بألف هنا.